اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. طبعا دخل رمضان وعليكم بخير. قلنا النهارده بقى نعمل اكل كده عشان نعمله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. معايا طبعا فراخ هعملها ستريبس. طبعا هقطعها كده صوابع زي ما انتم شايفين كده. طبعا هقطعها بالطول كده حتت. طبعا ده نص كيلو بانيه. طبعا دي كميه ما شاء الله هتعمل يعني كميه كبيره. طبعا الوصفه دي انا جايباها يعني بصراحة من واحد شغال في مطعم وهو اللي قال لي عليها. طبعا طريقة اقتصادية وجميلة ومبتاخدش حاجة مننا كتير، زي مثلا ما بنحط بقى نحط دي لوحده مش عارفة ايه لوحده. لا، انا هعمل كل حاجة على بعضيها زي ما هو قال لي، وان شاء الله هتطلع حلوة وهتعجبكم واقتصادية وجميلة جدا. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول كده ونخش طبعا على الوصفة على طول ومع بعضينا كده. ما تروحوش بعيد، خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة الجميلة السهلة جدا دي. ما تنسوش بقى تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وتدعوا لإخواتنا في الصين ربنا ينصرهم على مين يعاديهم يا رب كده، ويكون دخلت رمضان خير عليكم. بصوا هنا طبعا بعد ما قطعناها طبعا هنجيب بقى البهار. مش هكتر بهار عشان أنا مش بحب البهار كتير، انتوا عارفين. أنا معايا هنا طبعا ملح وفلفل وماجي ومعايا هنا طبعا ومعايا كاري وشوية ملح وخلاص. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، هقلبه كده مع بعضه. طبعا بعد ما اقلبه هحط له بتاع نص كوبايه ميه. هحط له بتاع نص كوبايه ميه واقلبه كويس عشان هوريكم طريقه سهله جدا جدا جدا. هسيبه بقى مع نفسه كده ياكل ملح شويه. وتعالوا بقى هنا نعمل شويه رز، انما ايه، عسل عسل عسل. كل سنه وانتم طيبين. جبت معلقه سمنه بلدي على شويه زيت، وهسيح بقى السمنه مع الزيت، وهنزل بقى براولي وحبهان و... وهنزل بقى ببصلايه كده مخرطاها، بصلايه صغيره مش كبيره. طبعا هنا بقى هنزل بشوية فلفل أسمر عليهم بعد ما اشوحهم شوية كده. وهنزل برضه بشوية ملح وشوية بهار اللي هو زي بتاع الكبسة كده، يدي طعم حلو وريحة جميلة جدا. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. طبعا حطيت شوية ملح. طبعا أنا غاسلة الرز محضراه جنبي عشان أول ما يشوحه كده هنزل طبعا بالرز كده غسلاه. واشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه كده لحد ما ايه الحبايه تشرب بقى من الايدام والطعم الجميل دوت. تمام تمام. معايا بقى الميه، هنزل بالميه على الرز وهقلبه بقى كده مع بعضه واسيبه. اول ما يغلي طبعا هوطي عليه واسيبه ايه يستوى مع نفسه كده. الريحه هنا طبعا جميله، مش هقول لكم على الجمال وعلى الحلاوه، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى طبعا تعالوا بقى اوريكم الطريقه السهله جدا. هنا حطيت طبعا 3 معالق دقيق على الاستريبس اللي هو الفراخ اللي انا مقطعاها بالبهارات. وهحط برده معلقتين نشا وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. بدل ما تحطي بقى في طبق وتشيلي وتحطي، لا كده اسهل بت... يعني بكتير بالطريقه اللي انت بتعمليها. يا رب النهارده هكون طريقتي تعجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم، ما اكونش بتقل عليكم وبسهل لكم كل حاجه. ودعواتكم ليا كده عشان طبعا انا كنت عيانه تعب يعني جامد جدا. وادعوا لي كده ربنا يكرمكم يا رب وما تحرمش منكم. طبعا انا كنت مخرطه بطاطس وريتها لكم في الاول. هقلي البطاطس طبعا قبل الستريبس، تمام، عشان انتوا عارفين الزيت طبعا لما بتحطي بيه الستريبس بيغمق. فقلت اقلي ايه البطاطس الاول قبل ما اعمل الستريبس. تمام تمام. بصوا الرز هنا طبعا الشرب هوطي عليه واسيبه البطاطس على النار. وتعالوا بقى نطلع اول طاسه بطاطس. تعالوا بقى هنا ناخد الستريبس ونحطه في الكريسبي. طبعا الكريسبي ده كان خشن شويه فانا نعمته في الخلاط حبه واخد من هنا واعوز من هنا. طريقه سهله جدا جدا وجربوها والله جميله هتعجبكم. طبعا الزيت هنا على النار. طبعا هنزل بقى بالحاجات دي في الزيت. بصوا الريحه هنا جميله جميله جميله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. وجربوا الطريقة جميلة. وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة سعيدة عليكم ورمضان سعيد عليكم والرب كده ينول كل واحد اللي هو عايزه. بصوا هنا بقى الجمال. بصوا هنا بقى النشا مع الدقيق مخلينه مخرشف جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. طبعا انا بقى هعمل كل اللي انا عملته دوت. هقليه. عملت طاسة تانية. يا رب النهارده كده اكون عجبتكم بالطريقة، جربوها هتعجبكم. بصوا بصوا بصراحة مقرمشة
وجميلة. بصوا بقى بعد ما خلصنا غرفنا الأكل، يلا بقى كده تعالوا غدوا معانا الطريقة الجميلة التحفة. بسم الله ما شاء الله، قولوا لي إيه كان طعمه رأيكم تحفة بقى. تحفة تحفة. جميل جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.